يلا بقى يا دكاتره نكمل. وقف طبعا الريكورد، وقف الفيديو. ايه كورس الصدقات ومعوذتين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الحزن الشيء سهل. الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بسم الله. عندنا بقى المسألة رقم 9. لسه لنا 5 مسائل. هانت بتقول لك ايه؟ ركز بقى. هي المسألة تخض، تحسها كانها تخض، بس هي ان شاء الله تبقى بسيطة. بيقول لك long haired goat made to short haired goat produce an air of intermediate length in the F1 and F2 consisting of ربع long نص intermediate ربع short in both male and female. هنقف عند هنا دي كده حتة نترجم الكلام ده. قال لي عندي long air، هنرمز اللونج اير بالال كابيتال، ماشي؟ والشورت ايه بالايه؟ بالاس. تمام. فبيقول لي عملت ايه؟ انا جوزت شورت مع لونج، فادوني ربع لونج لنص انترميديات ربع شورت. تمام. ده في الجيل التاني. ده كده الصفه الاولانيه عندنا. تمام. تيجي نجوزها ونعملها وبعدين نكمل مساله. يلا. يبقى هو قال لي كده اهو لونج اير مع الشورت اير. قلنا ال كابيتال مع اس كابيتال فهتدينا ايه؟ ال اس. والال اس ديت انترميديات، ده يدل على انها ايه؟ ان ده كو دومينانت، انعدام سياد، لان مفيش حد ساد على التاني. الاتنين ادونا صفه جديده فهتبقى ايه؟ كو دومينانت. تمام. طيب بعدها بقى هنجوز ال اس مع ال اس فيدونا ايه؟ ال اس. حلو. فهتبقى ربع لنص لربع، اللي هي ايه؟ ده لونج وده انترميديات وده شورت. ده كده ايه التفسير اول جزئيه في المساله. تعالى بقى نكمل بقيه المساله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بعدها بقول لك ايه؟ non-paired male goat mated to paired female goat produced paired male progeny and non-paired female progeny. تمام. ايه بقى الحته دي؟ بصي انا قاعده بقسم المساله كذا حته. بيقول لك اللي احنا عندنا، احنا هنرمز مثلا ان البيرد، صفه البيرد بي كابيتال والنون بيرد بي سمول. ماشي. طيب قال لك ان احنا هنجوز نون بيرد ميل مع بيرد فيميل. تعال نجوزهم. نون بيرد ميل يعني بي سمول صح؟ مع بيرد فيميل يعني بي كابيتال يبقى بي سمول بي كابيتال، يبقى هي بي كابيتال بي سمول. تمام كده. وطبعا هتختلف اذا كانت بيرد وهو بيرد. طبعا دي مسألة ايه؟ البيرد والنون بيرد دي مسألة ايه؟ انفلونسد. دي اصلا كانت من مثال امثله الانفلونسد. تمام. فبما انها مثال امثله الانفلونسد نعمل بقى ايه؟ الجدول. ماشي. صح. نعمل الجدول بتاعنا. بي كابيتال بي سمول ادي ميل وادي فيميل. ده هيبقى بيرد. الاتنين دول طبعا كده هيبقوا بيرد صح. الميل هيبقى بيرد، الفيميل هتبقى نون بيرد. الاتنين دول طبعا بي سمول يبقى الاتنين نون بيرد. تمام. طيب الحمد لله. تعال بقى نكمل بقيه المساله كده. احنا ماشيين حته مفسره. بعدها بيقول لك the F2 male have 3/4 بيرد and ربع نون بيرد while F2 female 3/4 نون بيرد وربع بيرد. ما دي سهل، ما هو احنا اصلا لو جيت كملت بقى، لو جينا جوزناهم ببعض بي كابيتال بي سمول مع بي سمول هيدينا ايه؟ بي كابيتال بي سمول بي سمول. قلنا ان هي دومينا ديبند اون الايه؟ السكس. فالفيميل قلنا انها المفروض هتبقى ايه؟ 3/4 بيرد لربع نون بيرد، والميل هيبقى 3/4 نون بيرد لربع. اسفه جدا، العكس. الميل هيبقى 3/4 بيرد لربع نون بيرد، والفيميل هتبقى 3/4 بيرد، هتبقى 3/4 نون بيرد لربع بيرد. تمام. ماشي. دي الحته اللي هو بيقولها لي. ما هو بيقول لي ايه؟ ان احنا عندنا
اللهم صل على النبي كده 3/4 بيرد نون بيرد و3/4 نون بيرد البيرد. حتى تبقى اصلا ايه اللي خلاكي يا ياسمين تعرفي حتى لو هي مثلا كانت صفه تانية، ايه اللي خلانا نعرف انها انفلونسد؟ اما قال ان النسب مختلفه على حسب، يعني قال لك ان الميل 3/4 بيرد وربع نون بيرد، الفيميل ما قالوش زيها 3/4، لا قال لك العكس 3/4 نون بيرد وربع البيرد، فعرف انها انفلونسد برضه. تمام، دي علامه برضو ممكن نحدد منها الانفلونسا. انت قاعده تتكلمي وقاعده لسه هو عايز ايه برضو؟ بقول لك يا بيه ايه؟ a bird male with heirs of intermediate length whose father and mother were both non-paired is mated. يبقى ايوه الهيصه اللي منا مش بتحبها كده يا منا. يا الله بص بقى بيقول لك ايه، بيقول لك شيل بس ده كده a bird male with heirs of intermediate length. يعني انا عندي كده اهو، ركزي بقى كده معايا، عندي ميل بيرد يعني ماشي. يعني بي كابيتال بي سمول الميل كان بي سمول، الميل كان بي كابيتال بيرد بيرد بي كابيتال خلاص انما بيرد بي سمول، لا اله الا الله، يبقى بي كاب ماشي. with air of intermediate length whose father and mother were both non-paired is mated with a non-paired. احنا هنجوز 2 لبعض من الاخر، هنجوز بقى. انا ليه كنت بعمل كل حاجه؟ بص بقى كده، انا بس همسح كل ده. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنجوزهم لبعض. هنجوز مين مع مين؟ هنجوز بيرد ميل انترميديت لينز، صفتين هنستخدم الفوركد لاين كده بقى. انا بس انا هكتب، بس انا مش هعمل الفوركد لاين، انتوا خلاص عرفتوا الطريقه. بص بقى هنعمل ايه، بيقول لك هنجوز مين؟ بيرد ميل يبقى ايه؟ بي كابيتال. والله تنفع تبقى بي كابيتال او بي كابيتال بي سمول، صح. هنعرفها بقى ازاي؟ بيقول لك ان الفازر والمازر were both non-paired. ابوه وامه non-paired، يعني ابوه وامه في عندهم ايه؟ بي سمول، وبالتالي يبقى بي كابيتال بي سمول، صح. ايوه ما ينفعش يبقى بي كابيتال ان فيهم بي سمول. أيوة. اللي جايبينه فيهم بي سمول، فيبقى بي كابيتال بي سمول. تمام، فهمت بقى الحته دي جابها ليه؟ وقال لك انترميديت فتبقى ال اس. جميل. ده الايه؟ ده الميل. طيب هيتجوز واحده هتكون non paired intermediate heir half sib by the same father but out of a breed mother. ايه بقى الحوار؟ هو قال لك انها non paired. تمام، intermediate، هي بما انها intermediate فتبقى ال اس by the same father but out of a paired a breeded mother. يعني هي عندها امها بريدد، امها بكابيتال ماشي، او بكابيتال بسمول، وبقول لها ابوه زي ابوها زي ابو جوزها، يعني ابوها نون بيرد وامها بيرد، يبقى هي هتبقى ايه؟ هتبقى بيرد بكابيتال بسمول. فهمتها كده برضو؟ فهتبقى بكابيتال بسمول. فاحنا كده هنجوز ده مع ده بطريقه بقى الفورك لاين بس، وتطلعها بقى براحتك بقى. ده كده الايه المساله دي. يبقى هي المساله ديت من الاخر كده هي عباره عن ايه؟ مسالتين في بعض. استخدمت اللي هي في الاولانيه بتاعه ال والاس اس، وفي الثانيه استخدمت اللي هي بتاعه البيرد والنون بيرد، وبتبدا بقى ايه تحددها. ماشي. حته بقى تحددها هي بي كابيتال ولا بي كابيتال بي سمول على حسب بقى ابوه وامه. بس هي دي الفكره كلها. دي بالنسبه للمساله رقم ايه؟ رقم 9. طيب بعد كده المساله اللي بعدها دي رقم احنا دي حلناها. بعد كده المساله رقم 10. المساله رقم 10 بقى بتقول لك ايه؟ بتقول المساله دي اصلا كنت انا قلتها وانا بشرح برضه. in the leghorn breed all male are cock feathered and all female are hen feathered. دي تديني ايه؟ كل الميل كوك كل الفيميل هن، صفه موجوده في جنس مش موجوده في الثانيه خالص، فدي ليميتد. يبقى احنا حددنا انها ايه؟ ليميتد. in the separate bantam breed
both male and female are hen feathered. إذا الهمبرجر بريد دي بيبقوا cock feather or hen feather but female are always hen feather. عايز اشرح الحوار. هنشرحه ازاي؟ ان احنا عارفين ان الدنيا دي اسمها sex limited inheritance. وبقى جدعانه حته جدعانه اعمل له الجدول عشان تثبتوا انك ايه، انك جامد. لا اثبت انك جامد، فتقوم عامل له الجدول. تقوم عامل له جدول جميل كده، تقوم قايل له ايه، اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال اتش سمول اتش سمول اتش سمول، وده اهو ذكر وانثى. تمام. هن اتش كابيتال اتش هن في الاثنين، اتش كابيتال اتش سمول هن هنا وهن ليه؟ عشان الصفه هنا ريسيسيف. لكن اتش سمول في الميل كوك هن برضو، ده عشان دي ليميتد هن هتبقى كلها هن في الفيميل. وبتبقى بس كوك في الريسيسيف بتاع الميل. ماشي. تبقى اتش سمول كوك بس كده انت ظبطت. طب المطلوب التاني في المساله دي بيقول لك what kind of chemical is involved in the expression of genotype at this locus. ايه المواد الكيميائيه اللي خلت صفه تظهر في جنس وما تظهرش في الاخر؟ السكس هرمون. اللي هو يبقى اللي اجابه السؤال ده اللي هو السكس هرمون. وانا بشرح اصلا كنت قعدت اقول ان احنا عندنا في سببين يخلوا الصفه تظهر في جنس وما تظهرش في التاني: الهرمونات سكس هرمون، والسبب التاني الاتونوميكال بتاع الجسم، الوضع التشريحي بتاع الجسم. الميل غير الفيميل. فهتبقى هنا الاجابه هتبقى ايه؟ سكس هرمون. الحمد لله. ده السؤال رقم 10. السؤال بقى رقم 11. فين 11؟ بيقول لك ايه في 11؟ بسم الله. يلا اللي قبل الاخير هانت. A dominant sex limited gene is known to affect premature baldness in men but without effect in women. اهو قال لي انها sex limit، ما شاء الله عليه. لو حتى ما كانش قالها لي، قال لي انها موجوده في المن مش موجوده في الومن، برضو هتبقى 6. يبقى انا حددتها ان ايه؟ 6 ليميت. طيب الحاجه الثانيه في بس ملحوظه، البريماتيور بولدنس غير البولدنس. اما كنت بشرح كنت بقول ان البولدنس دي تبع السكس انفلونسا، لكن البريماتيور بولدنس تبع السكس ليميت. ده كان مثال ده، وده مثال تاني. الصلع المبكر 6 ليميتد، الصلع العادي 6 انفلونسا. طيب تعالوا بقى ايه نقرا لان الفيميل ممكن تبقى عند صلع عادي بس ما عندهاش صلع مبكر الفيميل. بسم الله. تعالى بقى ايه نبدا. احنا كده عرفنا نستنتج الايه اللي موجود. طبعا احنا هنعمل ايه؟ احنا عندنا طبعا الصلع البولدنس، فاحنا هنعملها بي كابيتال، واللي هي النورمال العادي هتبقى بي سمول، ده النورمال الطبيعي. وهنقوم عاملين ايه؟ جدول الجميل بتاعنا. خلاص بقى اظن يعني المساله اللي اتحفظت. بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال بي سمول بي سمول بي سمول، ده ميل وده فيميل، ده بولد اللي هو بقى بريماتيور بولدنس. ماشي. ديت بريماتيور دي بريماتيور بولدنس، دي نون بولد. احنا قلنا الست اصلا ما عندهاش البريماتيور. ده ليميتد مش انفلونسد يا منى. ماشي. ما عندهاش الاصل. بصي الست هتفضل نون بولد، نون مش هتبقى عندها. تمام. الراجل ده هيبقى عنده بريماتيور بي سمول هيبقى ايه؟ هيبقى نون بولد. تمام. طيب تعالى بقى ايه هو عايز ايه. what portion of the male offspring from parent both of whom are heterozygous is expected to be a bold one. عايز نجوز لبعض. قالك ان هو ايه؟ قالك ان احنا هنجوز ميل لفيميل هيبقى heterozygous. تمام. والاتنين يعني هيبقى بولد بريماتيورلي، الاتنين هيتروزايجس، يعني هنجوز بي كابيتال بي سمول مع البي كابيتال بي سمول، فيدونا بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال بي سمول بي كابيتال بي سمول بي سمول بي سمول. حلو. طبعا دومينانس ديبند اون ايه؟ السكس. فهتبقى عندنا اهوت ادي الميل هيبقى ايه؟ 3/4 بريماتيور لربع نون بولد، والفيميل 100% نورمال. دي ليميتد. أيوة. ما عندهاش اصلا. ماشي. خالص. هتبقى 100% نون بولد نورمال عادي طبيعيه جدا. تمام. عشان ده ايه؟ 6 ليميت. تمام. طيب اللي بعدها بقى بقول لك ايه. هو بقى اصلا المساله هو الطلب الاولاني عايز نسبه الميل اللي عندهم بولد
بولدنس، فطبعا نسبتهم 3 ل4 ماشي. اللي هي بريماتيور بولدنس. تمام. طيب الطلب التاني بقى بيقول لك ايه؟ what proportion، عايز نسبة of all their children is expected to be premature bald. يعني ايه؟ يعني عايز النسبة من كل الابناء. يعني هنتخيل الفيميل ده 4 ل4، فبدل ما قلنا 4 هتبقى 8 عشان هيبقى فيميل 4 والميل 4، أيوة. فهتبقى على 8. نسبة البولدنس اسفة اللي عندهم صلع مبكر بريماتير بولد هنا كام؟ 3. 3 يبقى تبقى 3 على 8. يعني في الاولانيه قلنا 3 على 4 لان قال في الميل بس، أيوة. فخلاها 4. لكن في الثانيه هو عايز يثبت اللي عندهم صلع مبكر بس للكل، الميل فتبقى والفيميل. 3 على 8 عشان احنا عملنا ال4 فيميل مع ال4 ميل، فبقت 3 على 8. تمام. سهله. الحمد لله. المساله رقم 12 شوفها فوق بقى. لا اظنها تحت. لا دي ماشي. هو لسه مسألتين. مسألة رقم 12 في مسألة اتحلت على منصة مش موجودة في الكتاب. المسألة بقى رقم 12 بتقول ايه؟ بسم الله. بيقول لك the bird plumage pattern in chickens is governed by a dominant 6 linkage. اهو يا عسل، قال لك ان هو linked. تمام. بعدها بيقول لك the gene for cock feathering H small recessive في الميل is dominant allele H capital hen feathering normal female are hen feathered regardless of genotype 6 limited trait. صفتين في بعض، خلي بالك. يعني دي فيها ايه؟ دي بتاعت الايه؟ هنستخدم الفوركد لاين. دي صفتين مع بعض، دي مسألتين في مسألة واحدة. ماشي. قبل ما اعرف هنجوز مين لمين، تعالى بقى ايه دي عندنا كده. دي من الاخر دي مسألة 6 لينكد مع 6 ليميتد. 6 لينكد مع 6 ليميتد، فاهمة؟ فهو بيقول لي عندنا اهو ادي 6 لينكد مسألة 6 لينكد. تعال نبدأ بال6 لينكد الأول. بما انها 6 لينكد فاحنا أول حاجة لازم ايه؟ نحدد السيستم. قال لك التشيكن يبقى زد 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 دبليو. زد 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 دبليو. ده طبعا ده ميل وفيميل. تمام. طيب الحاجة التانية حدد الصفة. قال لك ان احنا عندنا اللهم صل على النبي. قال لك ايه؟ بسم الله. the gene for cock feathering H small is recessive. لا قال لك ان احنا عندنا في صفة اسمها البيرد رمزناها ببي كابيتال. دي في الاولانية. فاحنا عندنا البي كابيتال بيرد والبي سمول نون بيرد. فالاحتمالات بقى معانا هتبقى زد بي كابيتال زد بي سمول، او زد بي كابيتال زد بي كابيتال، او زد بي كابيتال زد بي سمول، او اسفه زد بي سمول زد بي سمول. ودي زد بي كابيتال دبليو او زد ايه بي سمول دبليو. بس كده. ماشي. طيب تخلصنا ايه الحته الاولانيه. الحته الثانيه بقى الحته الثانيه 6 ليميتد. عرفت منين؟ قال لي اصلا انها 6 ليميتد تريد. الحته الثانيه حته الكوك اصلا ودي قلناها في الفيزياء، فنفس الكلام. قال لك هنا عندنا ان اتش سمول ريسيسيف ودومينانت اتش كابيتال في الهند. فهنعمل الجدول بتاعنا. الجدول بتاعنا ده بقى حفظناه اصلا. ده حقيقي. اللي هو ايه؟ اتش كابيتال اتش كابيتال اتش كابيتال اتش سمول اتش سمول اتش سمول، كلهم هن ما عدا اتش سمول بتاع أيوة. الميل. ده ميل وده فيميل. هن 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 كوك هن كوك. هي دي الشاذة بس. تمام. ماشي. بس كده. تعالى بقى احنا كده خلاص ايه. تعالى بقى ايه نخش بقلب جامد. non paired female heterozygous at the hen feathered locus are crossed to a paired hen feathered male. لحظة واحدة. عايز يجوز مين لمين؟ بقول لك احنا هنجوز non paired female heterozygous hen feathered. يعني female non paired وهن. فيميل نون بيرد فساعتها هتجري النون بيرد فيميل مين؟ اهي الفيميل اهي. الفيميل اهي النون بيرد بتاعها زد بي سمول دبليو. حلو. يبقى زد بي سمول دبليو نون بيرد فيميل. وقال لك انها هين فيذرد. بس يا ترى بص بقى هين فيذرد طب ما ممكن تبقى اتش كابيتال اتش كابيتال، ممكن تبقى اتش كابيتال او اتش كابيتال اتش سمول. طب هنعملها ازاي؟ قال لك انها هيتيرو زايجوس. فساعتها هنخليها ايه؟ اتش كابيتال اتش سمول.
ما تنفعش تبقى اتش كابيتال يبقى اتش كده اتش سمول اتش سمول. ليه؟ عشان هو ما قالش في الموضوع ده، قال لي هيتيروزايجس، فتبقى اتش كابيتال اتش سمول. ماشي. دي سهله. طب ده ايه؟ ده بالنسبه للفيميل. طب الميل قال لك ان الميل، ركز بقى كده، كورس 2 بيرد هين فيذر دي ميل. قال لك ان هو بيرد. طب يا ياسمين هو بيرد، طب هيبقى زد بكابيتال زد بسمول ولا زد بكابيتال زد بكابيتال؟ طب خلينا هو قال لك انه كوك، فهيبقى اتش سمول اتش سمول. ماشي. بص بقى الحته اللي جايه دي عشان نعرف هو زد بكابيتال زد بكابيتال وزد بكابيتال زد بسمول. whose father was cook feather and non-beard. ابوه بص بقى ايه، ابوه نون بيرد يعني ابوه في بي سمول، فيبقى زد بكابيتال زد بسمول. بس خلاص كده انت حلت خلاص المساله، وتبدا بقى تعملها بطريقه الفوركود لاين وتجيب النسب والدنيا لذيذه. فاي مشكله؟ الحمد لله. اخر بقى مساله معانا خالص، حياه عمصه، دي اخر مساله، وكده تكون حليت كل المسائل اللي هتواجهك في الحياه في السكس ريليتد انهيرتنس. بسم الله الرحمن الرحيم. المساله دي بقى بتقول لك ايه؟ بتقول لك a mutant sex linked condition caused notch in is lethal in Drosophila when homozygous in female or hemizygous in male. Heterozygous female in capital and small have small notches in the tips of their wing. Homozygous recessive female in small or hemizygous males have normal wing while double. مش هنبص على المطلوب، تعال نفهم واحده واحده. اول حاجه هنحدد المساله، قال لك انها 6 لينكد تشكر. ماشي. هو يشكر، يبقى دي مساله 6 ايه؟ لينكد انهيرتنس. تمام. ماشي. طيب الحاجه الثانيه هنحدد السيستم، بما انها 6 لينكد جينات هتحط على الكروموسومات. ماشي. قال لك دروسوفلا يبقى الميل اكس واي، فيميل دروسوفلا بقى اكس اكس. زي الدروسوفلا زي اليومن مش حشرات. ماشي. طيب أوكي. بعد كده هنعمل ايه؟ هنشوف الصفه. قال لك ان الان كابيتال ليثال، ما شاء الله. اول حاجه ان كابيتال بيموت. ماشي. تمام. ماشي. حلو. قال لك بيموت لو هو هيتيروزايجس، اسف، لو هو يعني بيموت لو هو هوموزايجس في الفيميل او هيميزايجس في الميل. يعني ايه؟ يعني لو هو اكس ان كابيتال اكس ان كابيتال بيموت، ولو هو اكس ان كابيتال واي بيموت. هيمي ليه قلنا هيمي في الميل؟ عشان هو حته نص بس. الواي ما بتحملش. ماشي. فهو هيموت لي هنا او هنا. ماشي. تمام. لكن لو انا عملته، بص بقى، بس بعدها بيقول لك ايه؟ لو هو هيتيروزايجس في ميل، لو اكس ان كابيتال اكس ان سمول، فبيبقى سمول نوتش. فهمت حاجه؟ تاني المساله بتقول ايه؟ بتقول لو هو ان كابيتال اذا كان هوموزايجس في الفيميل او هيمي في الميل للسل. يعني لو انت شفت قدامك، بص كده يعني يا منى، لو انت شفت قدامك اكس ان كابيتال اكس ان كابيتال او اكس ان كابيتال واي، يبقى ده داي. ماشي. حلو. بعدها جه قال لك ان احنا عندنا، بص في المساله بيقول لك ايه؟ جه قال لك ان احنا عندنا هيتيروزايجس فيميل ان كابيتال ان سمول هاف سمول نوتشز ان ذا تيب اوف ذير وينجز. دي صفه تانية. قال لك لو انت عندك ان كابيتال ان سمول، يعني لو عندنا كده اهو اكس ان كابيتال اكس ان سمول، دي صفه بنسميها سمول نوتش، دي موجوده في الميل في الفيميل بس. خلاص سهله. طيب وبعدها جه قال لك ايه بقى كمان؟ قال لك عندنا هوموزايجس ريسيسيف فيميل ان سمول او الهيمي بيدينا والد. طب النورمال العادي، يعني عندنا كده اهو، لو قال لي كده اهو اكس ان سمول او اكس ان سمول واي، ده نورمال ميل ونورمال فيميل. ماشي. خلاص اظن هتفهم. يبقى اكس ان كابيتال داي، اكس ان كابيتال واي داي، اكس ان كابيتال اكس ان سمول نوتش، اكس ان سمول واي، الاثنين دول نورمال ميل وفيميل. سهله. تعالى بقى نشوف هو طالب مني ايه. ده كده احنا طلعنا كل حاجه. بيقول لك determine the exhibitive photic ratio اف 1 اف 2. لو انا هجوز وايلد ميل بنوتشد فيميل، هجوز ايه بايه؟ وايلد ميل بنوتشد فيميل. وايلد ميل يعني اكس، وايلد ميل يعني نورمال، يعني اكس ان سمول واي بنوتشد فيميل اكس ان كابيتال اكس ان سمول. فهمتها كده؟ نجوز بقى اكس ان سمول واي اكس ان كابيتال اكس ان سمول. يبقى اكس ان كابيتال اكس ان سمول. تمام. دي ان سمول اهي. اكس ان كابيتال اكس ان سمول اكس ان سمول اكس ان سمول اكس ان كابيتال واي
اكس ان سمول واو. واي. بعدها بقى نبدأ نشوف ايه النسب بقى. بص كده بسم الله. اول كده اولا في هنا حد هيموت. مين ده هو صح؟ الكابيتال اكس ان كابيتال واي ده داي، ماشي. ده مش في الحسبان. طيب اكس ان كابيتال اكس ان سمول ده عبارة عن ايه؟ ده فيميل ايه سمول نوتش صح؟ طب اكس ان سمول اكس ان سمول فيميل نورمال. طيب او وايلد يعني. اكس ان سمول واي ميل نورمال. فالنسبة هتبقى ايه بقى؟ 1/3 و2/3 باين. ايوه هو احنا قلنا سمول نوتش فيميل لنورمال فيميل لنورمال ميل، يبقى تلت التلت. ماشي. فهمتي؟ كنت هقول نورمال، كنت هقولهم 2 بس ده لا عشان ده ميل وده فيميل مختلفين جنس مختلف. خلاص ماشي. فبالتالي تبقى تلت تمام. ما ينفعش ايه، ما ينفعش اقول رباع ليه؟ عشان في واحد مات اصلا، فهم 3 بنقسم على 3. ماشي بس كده الحمد لله. الحمد لله يعني نقول الحمد لله كده. كل يعني اتمنى بعد ال3 فيديوهات دول مسائل تكون بقت تمام في الايه في ال6 ريليت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين منعوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.